المثال الذي بعده حرف الجيم. أن جاءه. طبعا الجيم من وسط اللسان كما مر معنا، فأنتقل من مخرج الهمزة إلى مخرج الجيم من غير إغلاق له. أن جاء، أن جاء، يعني مهيأ على مخرج الجيم من غير ضغط. عندما أقول جاء عندئذ أضغط. مثال التنوين: عين جارية. عين جاء، الفم مهيأ على مخرج الجيم من غير الضغط، فإذا قلت جارية عندئذ أغلق المخرج وأنطق الجيم. الحرف الذي بعده حرف الشين، ومثاله في النون: من شيء. لاحظوا بأن الغلبة لصوت الخيشوم، يعني بعض إخواننا مثلا أسمعهم يقولون مي شيء، يكاد ينطق شيء من صوت الياء عندما يخفي النون عند الشين. إيش هذه الأصوات يا أخي؟ أنت الآن تخفي نونا عند شين، بمعنى أنك تنتقل من مخرج الحرف قبل النون إلى مخرج الشين من غير ضاد. فالآن يخرج صوتان: غنة من الخيشوم لها الغلبة والهيمنة، وصويت من الفم بسبب أن مخرج الشين مفتوح ليس فيه انغلاق للمخرج، فيبقى صويت. وأقول صويت وأكررها لبيان ضعف هذا الصوت. أما أن نقويه جدا من شيء أو مي، نقلبه برفع وسط اللسان مي، هذا صار كأنه دخل حرف الياء على النطق، وهذا لا يصح. هذا لا يصح. النطق الصحيح هكذا: من شيء، من غنة من الخيشوم وصويت من الفم. ننتقل إلى المثال الذي بعده وهو مثال التنوين: شيء شهيد. على كل شيء شهيد. شيء شهيد كما شرحت في من شيء، نفس النطق. الحرف الذي بعده حرف القاف، وأيضا ننتقل من الميم إلى مخرج القاف مباشرة كما أسلفت في الكاف. إن القاف والكاف مخرجهما بعيدان في أقصى اللسان، فننتقل إليهما مباشرة من غير ضغط. من قا، فلما أقول قا هنا أضغط، لكن ما في فجوة. يعني بعض إخواننا الآن، ذكرت هذا في بعض الحلقات الماضية، يعني انتشر من شيء 20-25 سنة موضوع ما قبله ما، اسمعوا ما، يعني لا يضع هذا أقصى اللسان، مفروض هذا أقصى اللسان يقفل تماما. هكذا تلقينا على كل الشيوخ، ليس هناك، يعني لا أعلم خلافا بين الشيوخ المعتبرين أهل الأداء في هذا الموضوع، وإنما هذا موضوع ما قبله وكان، وهذه الأصوات الفموية يعني نشرها الذين يقرؤون بالأنغام وبالمحافل من أجل أن صوت الغنة ضعيف، وهم يريدون أن يطربوا الجالسين ويصل صوتهم إلى آخر القاعة. فلو قال من قبل مهما ضغط فإن صوت الغنة ضعيف. انظروا، من الآن ما في صوت إلا من طريق الخيشوم، وهو يريد أن يجعل صوته يملأ الغرفة ويملأ القاعة، فلما لم يساعده هذا ماذا فعل؟ فتح فمه فقال ميا، فصار يخرج من الفم صوت ضخم، وهذا غير، هذا تغيير للحروف عن محلها، هذا أمر لا يجوز البتة. نعود إلى اللوحة لنرى مثال إخفاء النون عند القاف. على كل شيء قدير، أيضا ننتقل من مخرج الياء إلى مخرج القاف مباشرة. شيء من غير ضغط. شيء قا، لما أقول قا هنا أضغط وأتكئ على مخرج القاف. الحرف الذي بعده كما نرى على اللوحة حرف السين، ومثاله الإنسان بالنسبة للنون، ومثاله للتنوين 5 سادسهم. 5 يعني كل صوت مستقل عن الثاني كما شرحت منذ قليل.